كنترول. عندنا حاجه لايفولايزد وعندنا حاجه ليكويد. اللايفولايزد اللي هي اسعارها بتبقى ارخص شويه، الاستابيليتي بتاعته بتكون اقصر، واحنا اللي بنحله بنعمله ريكونستيتيوشن، خلاص بنقسمه ونحطه في الفريزر اول ما بنحله علشان نقدر نحافظ على الاستابيليتي بتاعته فتره زمنيه اطول. النوع الثاني بيبقى ليكويد، الليكويد بيبقى اغلى والاستابيليتي بتاعته بتبقى اعلى لانه ما بيحتاجش ان احنا نحله، فهو اوريدي بيبقى جاهز ومحلول. وممكن نحتاج برضو نقسمه، والحقيقه انا بنصح بده، انه حتى لو انا بستخدم الكواليتي كنترول اللي هو الليكويد ماتيريال اللي انا متخيل انه هو عشان ليكويد هحطه في الثلاجه وافضل اطلع وادخل في الفاين، ده برضو مش صح وبيأثر على عمره. الافضل ان احنا نقسمه ونرجع نقرا الانستراكشن. احيانا الانستراكشن بتقول لنا انه ينفع نحطه في الفريزر، بنقسمه ونحطه في الفريزر. لما بنحطه في الفريزر بيديله عمر اطول، لو هو بس بيتم حفظه في الثلاجه تقسيمه بيديله عمر اطول، ان انا ما ببقاش نفس